دون استثناء رجال في الميدان. وحامي عرين الأسود ياسين بونو خطف الأنظار والقلوب، سجل اسمه ضمن أفضل حراس العالم إلى تونات، حيث جذور بونو انتقلت عدسة الظهيرة. والروبورتاج أنجزه أسامة أفقر. دوار البوانا بالجماعة الترابية تمضيت هنا بإقليم تونات هي أصول حارس المنتخب الوطني ياسين بونو. سكان هذه المنطقة يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بابنهم الذي حقق نجاحا كبيرا في مونديال قطر 2022 إلى جانب أسود الأطلس. لا حديث هذه الأيام في إقليم تونات بشكل خاص إلا عن أداء ياسين بونو وباقي لاعبي الفريق الوطني. أمينة عمة ياسين شاهدت جميع المباريات التي نجح فيها ابن أخيها في الحفاظ على شباكه. فرحتوا بياسين بزاف؟ راحنا بزاف وما ما عرفناش وصلنا فين حنا، واش في الدار ولا بيتها الناس برا. والله الا بيتها برا بالله، والشطيح والرديح وداك الشيء راه عارف. حافله داروا كبيره في الفيلاج. ايوا والله يسهل له الوقت خور عطلبوا الله وجيبتها للنهايه، الله يعطيه الرضا هو داك اللعابه اللي معاه كلهم. كنشكر بونو نسيبي ونشكر الشعب المغربي كامل والملك الله ينصرو ونبغيو ان شاء الله يفوزوا بالكاس. حميد أكعبون صديق والد ياسين بونو أكد لنا أن العائلة ما تزال مرتبطة بأصولها وأرض أجدادها دوار البوانا. حارس بونو الوالد ديالو من أبناء هذه المنطقة، دائم الزيارة لهذه المنطقة هذه ما ناسيهاش، دائما في المناسبات وهذا كيجي. جيران وأقارب عائلة ياسين بونو عبروا عن فرحهم بهذا الإنجاز التاريخي المتفرد الذي قام به أسود الأطلس. ياسين وباقي اللاعبين أدخلوا المغرب إلى نادي الكبار. الحمد لله فخورين. تنشكروا المدرب ديالنا والله يعاونهم، ونتمنوا لهم الفوز ان شاء الله، نغلبوا فرنسا ونطلعوا للنهايه ان شاء الله. فخورين بولد بلادنا ياسين بونو اللي شرفنا وشرف المنطقه وشرف المغرب كله والعرب اجمعين، والحمد لله جبناها ان شاء الله ومازال يجيبوها والفينال ان شاء الله. ولد عمنا وشرف ولله الحمد بلاده وشرف عائلته وشرف مرنيسه، منطقه ديال مرنيسه كلها، وشرف العرب اجمعين.